الذكاء الاصطناعي كل يوم بيتطور، وبقى فكرة دلوقتي ان احنا نقدر نعمل روبوتات بقت مش مستحيلة. ومش كده وبس، في فكرة تانية مرعبة جدا. ماذا لو احنا اخترعنا في يوم من الايام روبوت كامل زيه زينا، شبهنا، عنده وعي وبيقدر ان هو يفكر ويكون ذكريات ويعيش ويشعر زينا؟ فساعتها هيبقى ايه الفرق بينه وبين الانسان العادي؟ غير كده كمان البشر هيلعبوا دور مش دورهم، هم اللي صنعوا الكائنات دي، فهم اللي هيقرروا امتى تموت وامتى تعيش. فالبشر بيدوا لنفسهم سلطة مش بتاعتهم. اسئلة كتير اخلاقية واسئله كتير بتتسال في الموضوع دوت، واعمال كتير، افلام، مسلسلات، روايات اتكلمت عن المواضيع دي كلها. ولكن واحد من اكتر المفضلين بالنسبه لي هو فيلم بليد رانر، والعالم بتاعه كله فيلم فلسفي عظيم جدا بصريا، وبيبدا ان هو يحاول يجاوبك بشكل غير مباشر على معنى انك تكون انسان في عالم من الديستوبيا. طبعا اول ما انا قلت فيلم بليد رانر جه في دماغك الفيلم ده، صح؟ بس انا مش عايز افاجئك والله ان ده الجزء الثاني، وفي فيلم اولاني اصلا نزل سنه 1982. يعني الفيلم ده اسمه بليد رانر 2049 ونزل في سنه 2017. اما الفيلم الاول اسمه بليد رانر بس ونزل في سنه 1982. المهم ان العالم بتاع الفيلم ده انا بحبه جدا وبعشقه، ولكن محتاج تفسير ونقاش وكلام كتير قوي. فطبعا ما تفوتش على نفسك انك تشوف الفيلم ده، لان هو بصريا عظيم جدا. وانا هحاول اعمل حاجه مختلفه هنا، ان انا اخلي الفيديو 4K عشان لو حد عايز يشوف التفاصيل الموجوده في الفيلم. انا عارف ان انت فاتح بكارت فكه، بس بقول لو حد حابب يعني. تعال بقى نبطل رغي كتير ونبدا نغوص جوه العالم بتاع فيلم بليد رانر ده. الفيديو الاول اللي هتكلم فيه عن الفيلم الاولاني، وبعديها الفيديو اللي بعديها هتكلم عن الفيلم الثاني من اخراج جدي ريدلي سكوت. في البدايه خالص ريدلي سكوت بيكتب لك القصه اللي هتتبني عليها الفيلم. هي عباره عن ان في سنه 2019، ايوه ما حصلش حاجه في سنه 2019، بس الفيلم بيتوقع ان هو في سنه 2019 العالم هيتطور بشكل كبير جدا، وهيخترعوا روبوتات على شكل بشر سموهم ريبليكنز، المستنسخون. واسمهم كده لان الروبوتات دي شبهنا بنسبه 99.9%. فاصبح ان هو من الصعب جدا جدا تقدر تفرق ما بين الانسان في العالم ده والروبوت. فالبشر في العالم ده عملوا الروبوتات عشان يشتغلوا عندهم، يستعبدوهم، واللي في نفس الوقت حطوا قانون مهم جدا، ان ممنوع خالص ان اي روبوت يروح كوكب الارض. هم بس بيشتغلوا عند البشر في المستعمرات، يروحوا الاماكن الخطيره، يستعملوا كواكب جديده، يشتغلوا خدامين يعني عندنا عبيد. واللي هنا بتحصل الازمه. فجاه بيجي يوم الشركه اللي صنعت الروبوتات ديت طورت روبوتات اسمها نيكسوس 6. دي اقرب حاجه للبشر، اسرع، اذكى، واقوى، وافضل، عندهم مشاعر 100% زينا. فهنا بقى بيحصل المتوقع، الروبوتات دي بتتمرد علينا وبيصبحوا خطيرين جدا. فالبشر بيردوا عليهم ان هم يعملوا وحدات من الشرطه اسمها البليد رانر، ودي عندها وظيفه واحده بس، انها تدور على اي روبوت من النيكسوس 6 نزل على كوكب الارض وتقتله على طول من غير اي نقاش. ولكن ما سموش الموضوع اعدام، سموه تقاعد عشان يجملوا الكلام. ومن هنا بتبدا احداث الفيلم. وقبل ما ابدا دي نسخه الفاينل كات بتاعت المخرج، لان في نسخ تانية من الفيلم مش حلوه. بنبدا بقى المشهد في كوكب الارض، اللي مدينه باينه ان هي كئيبه وممله وتعيسه وطالع منها نار، مفيش حتى ضوء الشمس هنا لان البشر دمروا الكوكب تماما. وبنشوف واحد بيبص على المدينه وفي نيران في عينه. طبعا ده فريم فاجر جدا، بس تحس ان هو شويه حنيكه، ان ده بيدل على ان البشر هم اللي عملوا كده في المدينه. وبعدين العيون في الفيلم هنا مهمه جدا، لان هي بتبان فيها الروح البني ادم، فبيعرفوا منها الفرق ما بين الانسان والروبوت. بيوصل للمبنى الجبار ده، وبنشوف واحد واقف بيشرب سجاير وواحد تاني بيدخل عليه. الغريب هنا ان ليه هم متخيلين ان في وسط التقدم ده كله ان هيكون لسه في مراوح سقف ومش بتتحرك بسرعه كمان. المهم ان الراجل ده بيعمل للراجل دوت اختبار عشان يعرف هو بشري ولا روبوت. احنا قلنا ان الروبوتات شبه البشر بنسبه 99.9%. الاختلاف بيكون بس في العين، بقى في استجابات لعينيها مختلفه شويه. لما يقعد يساله اسئله غريبه وعبثيه بيستنى رده الفعل منه، فلما يتفاعل بشكل مختلف فبيعرف ان هو روبوت. واول ما يعرف بيصفيه على طول. بيبدا بقى ان هو يساله اسئله غريبه جدا، فالراجل فعلا بيعمل حاجات كده غريبه بوشه، وبيستغرب الاسئله جدا وبيتاخر في الاجابه وبيقعد يلجلج. فاللي بيختبره بيشك فيه وبيقول له كلمني عن امك وصفها لي. فالراجل ده بيصعد الامور جدا وبيقول له انا هكلمك عن امي، وبيقوم يضربه بالنار ويقتل الراجل اللي بيختبره. وبنفهم ان هو روبوت من اللي هاربين على كوكب الارض. بننتقل بقى المشهد تاني للمدينه، وبص الجمال والحلاوه. بنشوف واحده اسيويه واعلانات نيون يابانيه وصينيه، وحتى في اعلان لكوكاكولا هناك اهو. فهنا انا اسالك سؤال، ليه ممكن يخلوا العالم ده كله ثقافته صينيه او يابانيه؟ يعني انت حاول كده تجاوب على الموضوع ده. احنا بنتكلم عن قصه مستقبليه، البشر دمروا كوكب الارض بسبب استخدامهم للتكنولوجيا، فخلوا العالم ده صيني ياباني. ليه مثلا يعملوا كده؟ هل ممكن يعني عشان هما بيخافوا من سيطره التكنولوجيا الصينيه على العالم والتقدم الاسيوي، فبيحاولوا ان هو بكل الطرق الممكنه ان هما يخلوكم من غير وعي منك انك تخاف وتقلق من ان لو الصين او اليابان اتحكموا في العالم هيدمروه بالتكنولوجيا بتاعتهم؟ اكيد لا. يعني من رايي انا بشوف ان هوليوود ساعات بتستخدم طرق كده فيها خبث وخبائث عشان تخليك من غير ما تحس تتاثر بالافكار البروباجندا بتاعتهم. عامل زي مثلا لو عايزين يجيبوا شخصيات ناس جهله متخلفين عايشين في الصحراء بيمشوا بالجمال وعايشين في خيام لحد دلوقتي ما عندهمش بيوت يا عيني، هيجيبونا احنا. المهم نكمل، ان انت هتلاقي في ناس شكلها غريب عجيب هنا. وبنوصل لبطل الفيلم ديكارد قاعد بيقرا جورنان في المطره اللي ما بتوقفش في العالم ده. وبنشوف منطاد ضخم جدا فيه اعلانات للناس ان هم يسيبوا كوكب الارض ويروحوا يعيشوا في المستعمرات الفضائيه. ولكن بنفهم ان اللي عايشين في الكوكب اساسا فقراء
وزباله المجتمع ما عندهمش القدره على ان هم يطلعوا بره الكوكب. بيروح بقى بطلنا ياكل نودلز، وبيجي له الراجل اللي شكله غريب ده بيتكلم معاه بلغه غريبه عجيبه، والصيني هو اللي بيترجم له وبيوريك ان العالم كله بقى حاجه واحده. المهم ان صاحب المطعم ده بيترجم له ان الشرطي جاي يقبض على بطلنا، وبيقول له انت بليد رانر، وبيذكر له اسم واحد عايزه. بيروح بقى يركب معاهم وهو بياكل لسه، والمطر ما بتوقفش هنا خالص زي ما انا قلت، وتصميم المدينه سابق عصرها بكتير. وطبعا انتوا شفتوا الفيلم وعارفين ان هو بطيء جدا، ودي ميزه بالنسبه لي، فهو بياخد راحته خالص في ان هو يوريك العالم ده. بيوصل ديكارد للراجل ده اللي هو قائد الشرطه، بنعرف منه ان في 4 آليين هربوا وجم كوكب الارض، خطفوا سفينه بشريه وقتلوا كل اللي عليها ونزلوا بيها للشوارع هنا، وعايز من بطلنا دلوقتي ان هو يرجع يكون بليد رانر ويطارد الآليين دول ويصفيهم كلهم. هيقول له انا بقيتش اشتغل هنا خلاص، ولكن هو هيقول له انا محتاجك لانك افضل واحد عندنا، وبيضحك ضحكه مستفزه كده. بطلنا بيرفض وبيقوم، فهو هنا هيقول له لو رفضت فانت عارف ايه اللي هيحصل، يا اما تبقى شرطي او تبقى مالكش قيمه. ودي الفكره، ان زي ما قلت سكان الارض اللي هنا هم ازبل وارض بشر عايشين مالهمش لازمه. والشرطي التاني اللي اسمه جاف بيعمل ورقه على شكل فرخه ان ديكارد خايف يعني. وخلي بالك من الراجل ده ان هو بيعمل اشكال بورق اللي هو الفن اللي اسمه اوريجامي ده، هنحتاج الراجل ده والفن بتاعه بعدين. ديكارد بيوافق، وقائد الشرطه بيوريه الاختبار اللي اختبروه للآلي اللي ضرب نار وهرب. بيبدا بقى ان هو يشرح له ان في 6 آليين هربوا من مستعمره، 3 رجاله و3 ستات، وقتلوا 23 انسان وخطفوا السفينه وجم على كوكب الارض هنا. بعديها حاولوا ان هم يدخلوا شركه تايريل اللي هي بتصنع الآليين دول، واللي حصل ان 2 من الآليين دول ماتوا اتحرقوا تماما، وفضل دلوقتي 4، وفي واحد منهم شكوا فيه وجم يعملوا له الاختبار، فراح قتل الشرطي اللي كان هيكشفه. والآلي ده اسمه ليون، عنده القدره ان هو يشيل 180 كيلو بسهوله جدا. فهنا ديكارد هيساله سؤال منطقي قوي، ايه اللي هيخليهم الآليين دول لو هربوا ان هم يجوا كوكب الارض اساسا ويخاطروا بحياتهم كده؟ فالقائد هيقول له دي بقى مسؤوليتك انت انك تعرف وتصفيهم. بنعرف ان في آلي تاني اسمه روي، وده قائدهم ومقاتل فاجر. في واحده اسمها زورا ودي مقاتله برضه، واحده اسمها بريس دي عاهره آليه، وبيوريك ان احنا وصلنا بينا الحل كده يعني. بعدها القائد بيقول له الكلام اللي انا قلته في اول الفيديو، ان الآليين دول الاصدار بتاعهم كان متطور جدا لدرجه ان هم كونوا كل المشاعر الانسانيه، فالبشر خافوا منهم فحطوا فيهم جهاز يعطلهم بعد 4 سنين. يعني اي آلي بيتعمل بيموت بعد 4 سنين بس، ما يقدروش يعيشوا اكتر من كده. بيمشي بطلنا ويخرب بيت امك يا كوكولا مقاطعه، انت وراه ولا في كل حته. هو بيوريك يعني ان العالم كله عباره دلوقتي عن اعلانات، ودي صح الصراحه. كل يوم بلاقي ان الاعلانات بتزيد اكتر واكتر في كل حته، بخاف ادخل الحمام الاقي فيه اعلان. ايوه بقى، والجيبه ضيقه. بص على المشاهد اللي تحسسك ان الفيلم ده لسه معمول من شويه مش من 45 سنه. بيوصل بقى للمباني اللي على شكل اهرامات دي، وبيدخل في اوضه فيها ضوء الشمس معكوس على الهرم. بيشوف بومه، وفي العالم دوت الحيوانات كلها صناعيه بعد الحرب، كوكب اتدمر فالحيوانات كلها ماتت. بتوصل بقى البنت العسوله دي واسمها ريتشل، ودي تبع شركه تايريل اللي بتصنع الآليين. هنا بقى هي بتساله سؤال، هل عمرك قتلت بشري عن طريق الخطا؟ هيبص للناحيه الثانيه كده ويقول لها لا. واحده واحده بتبدا توضح فكره الفيلم، ايه الفرق من انك انت تقتل بشري او آلي، مع ان الاثنين هنا شبه بعض. هل عشان المجتمع بيقول لك ان عادي تقتلهم فاصبح ان دي حاجه مش وحشه؟ وبيوصل الراجل ده، وهو ده بقى تايريل صاحب الشركه واللي بيصنع الآليين دول. وبنشوف الهرم في الخلفيه. وشفت مقابله قبل كده لريدلي سكوت المخرج من قريب بيقول فيها ان سبب وجود الاهرامات دي ان صاحب الشركه اساسا الحقيقي مدفون فيها، وان هو كان عارف ان هو هيموت فعمل من نفسه كذا نسخه آليه تكون موجوده مكانه لو مش مهتم عادي. بس المهم يعني ان ديكارد بطلنا جاي هنا عشان يختبر الجهاز اللي بيعرفوا بيه الآليين هل فعلا شغال ولا لا. فتايريل ده بيقول له انا عايزك تستخدم الجهاز على بشري ونجربه على انسان الاول اللي هي البنت دي. بيقعد قدامها ويحط الجهاز عند عينيها، وبيبدا ان هو يسالها الاسئله العبثيه الغريبه قوي دي. بيقول لها لو حد قدم لك محفظه من جلد العجل هتعملي ايه؟ هتقول له مش هاخدها وابلغ البوليس. طب لو كان عندك طفل صغير وقدم لك برطمان كله فراشات مقتوله هتقول له هاخده للدكتور. طب بتتفرجي على التلفزيون وفجاه لقيتي دبور على ايدك هتقول له هقتله. ويفضل يسال اسئله كتير جدا لمده طويله قوي قوي، لحد ما فجاه بيوقف الاختبار، وتايريل بيطلب منها ان هي تخرج بره شويه. وبنعرف هنا ان هي آلية مش انسانه، ولكن هي خدت وقت طويل قوي قوي عقبال ما يكتشف ان هي آلية بدرجه غريبه يعني. فبنفهم ان البنت نفسها ما تعرفش ان هي آلية. هم هنا بيجربوا حاجه جديده، زرعوا في البنت دي ذكريات كتير قوي كانها انسانه حقيقيه، ادولها ماضي حقيقي وما قالولهاش ان هي آلية. طبعا دي حاجه وحشه جدا. وفجاه بيبدا ان هو يشتغل ساوند تراك اوست في الخلفيه مرعب جدا. الفيلم ده فيه شويه من افضل الساوند تراكات اللي سمعتها في حياتي كلها، وطول الفيلم فيه كذا ساوند تراك غريب يحسسك باحاسيس غريبه عجيبه. اكتر واحد بقى بستغربه قوي كل ما اسمعه هو تيلز اوف ذا فيوتشر، لانه كل ما القص ده فجاه بيدخل بحس كده ان في واحده بتغني كلمات عربيه، بس المرعب في الموضوع ان هي اساسا مش كلمات حقيقيه. موضوع غريب وعجيب كده. بيمشي ديكارد من المكان وبنشوف تاني ايه كوكولا ايه كوكولا وديكارد بياخد الراجل الغريب اللي اسمه جاف وبيروح للفندق اللي كان قاعد فيه الآلي ليون القاتل. بيدخل الحمام بيلاقي حته من جلد تعبان، وبنلاقي ان الآلي ليون بيشوف ان في حد فعلا في شقته من تحت. وبطلنا وهو بيدور بيلاقي فيه صور لليون ده نفسه، صور ليه دلوقتي وصور ليه زمان. طبعا دي كلها ذكريات زرعنا في دماغه مش حقيقيه. والساوند
ساوند تراك بيشتغل تاني في الخلفيه بيرعبني. بعد كده بقى بنشوف روي القائد بتاع الاليين وهو بيقابل ليون، بيقول له ان هو لقى في واحد من الشرطه في بيته. وبنبدا بقى ان احنا نبص على المدينه الحقيقيه في شوارع كوكب الارض قد ايه ان هي مرعبه ومتاخره. بيروحوا الاثنين دول لواحد عالم صيني اللي هو بيصنع العيون بتاعه الاليين، وبيبداوا ان هم يخوفوه ويهددوه. واللي هنا بنفهم ايه هو هدفهم. هم جايين هنا على كوكب الارض عشان يطولوا عمرهم، ال4 سنين بتاعتهم خلاص بتخلص، فهم عايزين يروحوا للصانعين بتوعهم يخلوهم يطولوا عمرهم. فالراجل الصيني هيقول لهم انا والله ماليش دعوه باي حاجه، انا مجرد شخص بيعمل العيون. وهيقول لهم تروحوا لتايريل صاحب الشركه، هو اللي صنعكم وصنع العقل بتاعكم. فالقائد روي هيقول له ان صاحب الشركه هيبقى مستحيل ان انا اعرف اوصل له، انا عايز حد يوصلني ليه. فهيقول له في واحد اسمه سباستيان هو ده اللي هيوصلك لتايريل. وهناخد بالنا ان قائدهم مرعب جدا. بننتقل بقى لبطلنا ديكارد واللي هو بيركب الاسانسير طالع بيته، وتحسه كده نعسان نايم مش شايف حاجه، ولكن فجاه بيكتشف ان البنوته ريتشل موجوده معاه في الاسانسير. بيدخلها معاه البيت وهي بتقول له انت فاكر ان انا آلية صح؟ فبيشرب كده ويبص لها، هتطلع له صوره وتقول له بص انا مع ماما هو انا صغيره. يقول لها بجد؟ طب انت فاكره لما كان عندك 6 سنين ورحتي انت واخوك المبنى فاضي من شباك القبو؟ ويبدا ان هو يكمل ويحكي لها ذكرياتها الشخصيه اللي هي عمرها ما حكيتها لحد قبل كده، لان الحقيقه ان دي كلها ذكريات مزروعه جواها مش حقيقيه. صاحبه الذكريات الحقيقيه هي بنت اخو تايريل اللي اخترعها. فهي طبعا بقى بتعيط وبتنهار لان هنا هويتها نفسها كذبه. فهو بيفهم ان هو بوظ الدنيا، فبيقول لها لا 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 والله انا كنت بهزر معاكي والله وانت مش آلية ولا حاجه. ولكن هي بتعيط لما بتعرف الحقيقه المرعبه جدا دي. يعني تخيل معايا ان ذكرياتك كلها اقول لك فجاه ان هي مش حقيقيه وان انت كمان مش انسان. فبترمي صورتها مع امها وبتمشي. هو واحده واحده بيبدا ان هو يحس بالشفقه ناحيه الآليين دول. بيروح بيمسك صورتها مع امها، بس الغريب ان لمده نص ثانيه كده بتحس ان الصوره بتتحرك. ولكن في حاجه هنا اعجب واغرب. انت خدت بالك ان لحد الان احنا ما نعرفش هل هو انسان ولا آلي؟ يعني حتى الان احنا فعلا ما عندناش فكره. احنا شفنا ان البنت دي كانت فاكره نفسها انسانه وطلعت آلية في الاخر. وبص المنظر وهو بيبص من البلكونه. بنروح بقى لبنت تانية خالص بتتمشى في الشوارع مع ساوند تراك تاني في الخلفيه جامد قوي، وبتقعد في وسط الزباله تغطي نفسها وتنام. فجاه بقى بيوصل الراجل اللي شكله غريب قوي ده، فهي بتتخض قوي لما تشوفه وتجري تخبط في عربيه تكسر الازاز بايديها. وملاحظه هنا ان الممثله دي بجد خبطت في الازاز كسرته بايديها وكسرت ايديها كمان. المهم ان هو بينادي عليها ويقول لها ان شنطتك وقعت منك، فبتاخد الشنطه بعنف كده وتقول له ان انا ضايعه. فهو بيقول لها ما تقلقيش انا مش هاذيكي. وبص بيبص فين، هيقول لها اسمك ايه؟ هتقول له بريس. وانت؟ هيقول لها سباستيان. وبنفهم ان دي البنت الآلية تبع القائد وليون، وان ده سباستيان اللي هم بيدوروا عليه. طبعا حاجه تقليديه جدا جدا، عايز توصل لاي راجل في الدنيا هات له بنت تغريه بس كده خلاص وهو هيروح معاك. فالبنت بقى بتقول له انا جعانه وما عنديش بيت والحاجات دي كلها. فهو بيقول لها خلاص تعالي عندي كلي واستريح شويه. وبتدخل معاه فعلا وبيبدا ساوند تراك غريب عجيب تاني. سباستيان ده بقى بيلاقي ان هو عايش في مبنى كامل مرعب لوحده مليان تماثيل ملكان، وبيطلع فوق. هي بتقول له اكيد انت حاسس بالوحده. فالمجنون الغريب دوت بيقول لها انا خلقت صحاب. وبيدخل بنلاقي المنظر ده، صانع آليين اقزام ملبسهم لبس غريب وهم دول صحابه اللي هو عاملهم. بننتقل بقى لبطلنا وهو نايم على البيانو بتاعه وبيحلم وهو صاحي بحلم غريب جدا ان في حصان يونيكورن والحصان بيجري في وسط غابه ضبابيه. مشهد اليونيكورن دوت موجود بس في نسخه الفاينل كات بتاعت المخرج، اتضاف بعدين. وده مشهد مهم لان المخرج ريدلي سكوت بيحاول ان هو يتحنك ويخليك تشك في بطل الفيلم ان هو آلي، لان هو في المشهد دوت بيلاقي ان هو ماسك صور او ذكريات بتاعت ليون اللي هي مش حقيقيه، وبيحلم بحلم بذكريات خياليه هو كمان. خف يا عم ريدلي سكوت بطل الكرنج. ولكن دلوقتي هو بيقوم بياخد الصور بتاعت ليون دوت ويبدا ان هو يحقق فيها، وبيكتشف ان في واحده تانية من الآليين موجوده في الصور وعلى جسمها حتت من جلد تعبان اللي لقاها قبل كده في البانيو في شقه ليون. فبيطبع صورتها وبيروح لشوارع كلها يافطات يابانيه وناس طبعا شحاتين معفنين لان دول كلهم سكان الارض. وبيوري واحده القشره اللي معاه وبتقول له ان دي حته من تعبان. فبتقول له ان هو يروح لواحد اسمه عبد ابن الحسن هو اللي صنع التعبان ده. ونقف بقى هنا، دي حاجه بتعصبني قوي من الافلام الاجنبيه ان مفيش حد في الحقيقه اسمه عبد. يعني انا اسمي عبد الله مش عبد، مفيش حد في الحياه كلها اسمه عبد. معلش انا بفتخر بهويتي هنا. الاسوأ بقى من كده ان هو بيعبد حسن ازاي؟ يعني بيمشي في السوق اللي هو كله همج وناس معاه حيوانات لحد ما بيوصل لعند عم عبده ده اللي بنشوفه لابس طربوش وبيطلع ان هو مصري. بلادي بلادي. بس الراجل ده بيعرنا لان هو لما بيمسك الجرافطه بتاعته بيعترف ان هو باعها لمين على طول من غير حتى ما يتضرب، لواحده من الآليين اللي هي اسمها زورا. فهو بيروح لواحد من الكباريهات المستقبل دي ويبدا ان هو يشرب، وبعديها يروح يتصل بريتشل ويكلمها فيديو كول. في الثمانينات، الفيلم ده سنه 1982 وبيتوقعوا هنا ان احنا هنتكلم مع بعض فيديو كول. انا بس بقول يعني بيجي يكلمها بتنطره قبل كاش وتقفل في وشه. فبيقعد يكمل شرب، ولكن فجاه بتلاقي ان البنت اللي هو بيدور عليها طالعه تعمل عرض في المكان بالتعبان بتاعها. فبيستنى ان هي تخلص
باص وبيروح يوقفها ويغير صوته لصوت ناعم كده ويقول لها انا من الاتحاد الامريكي للفنانين. بيحاول يمثل عليها بس تمثيله سيء جدا وباين قوي ان هو بيحاول يمثل عليها، فهي بتاخد بالها. بعد بقى كلام منه كتير وتمثيل سيء جدا هي بتعرف ان هو واحد من البليد رانر، فبتضربه وتهرب من المكان. فبيجري وراها وبنلاقي ان في قزم كده هنا بيحدف عليه حاجات. بيبدا بقى ان هو يطاردها في المدينه كلها، وبنشوف ان الناس في الشارع مختلفه جدا عن بعضيها، عندهم ديانات مختلفه وستايلات مختلفه جدا، لحد ما في الاخر بيضربها في النار في نص الشارع كذا مره وبتموت بالتصوير البطيء. دلوقتي هي اسوأ واقل قيمه من الحيوانات، هي زي الحشرات دلوقتي. هو بيفعصها في نص الشارع ومحدش مهتم. بس هتاخد بالك ان الآليين هنا بينزفوا زي البشر من كتر ما هم قريبين مننا. اليوم بقى الآلي صاحبها بيشوفها وهي ميته في الارض. وبص اللقطه دي ملونه ازاي بساوند تراك برضو حلو قوي في الخلفيه. انا بس جاي النهارده ابدي اعجابي باللقطات الفيلم والساوند تراكات. المهم ان احنا بقى دلوقتي في حاجه مختلفه، بنلاقي ان بطلنا متاثر جدا ان هو قتلها لانه اصبح عنده شفقه تجاههم، فبيروح يجيب خمور يشربها. وبنلاحظ ان كل ما الفيلم بيتقدم بنلاقي ان هو بيشرب اكتر واكتر لان هو بيشفق عليهم اكتر واكتر. بيجي له جف الشرطي وبيوديه عند قائد الشرطه اللي هيقول له ان فاضل 4 تقتلهم. هيقول له ازاي 3 بس؟ هيقول له لا، ريتشل الآلية دي لما عرفت ان هي آلية هربت، فبيقول له انك تروح تقتلها هي كمان. وبيمشوا وهو واقف مصدوم وبيبص يلاقيها واقفه له في اخر الشارع. بيجري وراها يروح لها يلاقي فجاه الآلي اليوم مسكه وبيساله انا عندي كام سنه دلوقتي؟ فبطلنا هيضربه، فبيمسك بطلنا ويخبطه ويقول له انا فاضل لي قد ايه اعيش في ال4 سنين دول؟ فبيمسك بطلنا يكسره ضرب حرفيا، بيطلع سلاحه وبيرميه ويكمل ضرب فيه. بيجي بقى خلاص ان هو يقتله، فجاه في واحد بيضربه بالنار يقتله. بطلنا بيشوف مين اللي انقذه، بيلاقيها ان هي ريتشل خدت السلاح اللي وقع وانقذته. بياخدها بقى مع البيت وبيلاقيها ان هي بتترعش بسبب ان هي قتلت الراجل، فبيشوفها ان هي انسانه اكتر واكتر. والصياد بيقع في حب فارسته. ومن التفاصيل الجميله في الفيلم هنا ان احنا بنشوفه بيشرب الخمره دي وبينزف دم في الكوبايه عشان هو لسه مضروب علقه. ونفسي اعرف هي ليه حاطه كتافات بتخليها عامله زي ستيف من ماينكرافت كده. المهم ان هي بتيجي تقرب منه وتقول له ان انا لو هربت للشمال هتيجي ورايا تقتلني؟ هيقول لها لا بس هيبعتوا واحد غيري يقتلك. بتبدا بقى ان هي تساله عن عمرها، هي فاضل لها قد ايه تعيشه، وبتساله هل اختبار الآليين ده انت عملته على نفسك ولا لا. وده تلميح تاني على هل البطل انسان ولا آلي، ولكن بنكتشف ان هو كل ده نايم وسايبها اساسا. فبتروح تغير تسريحه شعرها وشكلها بيبقى احسن بكتير جدا، وبتبدا ان هي تعزف على البيانو. فهو بيصحى وبيلفلفوا مع بعض. بنرجع للآلية بريس وهي بترش عينيها باللون اسود وبتحاول تبقى شبه الملكان بتاع سباستيان بقى ده نفسه بنعرف ان هو عنده 25 سنه بس هو عنده حاله طبيه بتخلي ان هو شكله كبير في السن، فعشان كده هو محبوس في كوكب الارض. لان بنكتشف ان اللي بيطلع للمستعمرات اللي بره لازم يكون كمان اصحاء. وبنشوف واحد كامل روبوتات القزم ده مربوط، وبيوصل روي القائد بتاعها وهي بتعرف سباستيان عليه. وروي بيعرفها ان كل الروبوتات صحابها ماتت وما فضلش غيرهم هما الاثنين، وهو متضايق قوي كده. بص الفريم ده عامل ازاي. سباستيان بقى بعديها بيقول لهم ان انا صنعت حاجات جواكم انتم، وبيطلب منهم ان هم يوروه مهاراتهم. فبيقولوا له احنا مش آلات. والبنت بتقوم تقول له انا بفكر يبقى انا موجوده، وده واحده من اشهر المقولات الفلسفيه في التاريخ بتاعت ديكارت. ولكن البنت بتبدا ان هي تتشقلب وتحط ايديها في المايه المغليه ما بيحصلهاش اي حاجه خالص، بتوريه مهاراتها يعني. وروي بيقولوا ان احنا زيك بالظبط، احنا الاثنين بنعجز بسرعه، وبيقولوا ان انت لازم تساعدنا. فهو بيقول لهم انا ما اعرفش اي حاجه، انا مجرد مهندس جيني بس. ولكن بنعرف ان هو بيلعب شطرنج مع تايريل صاحب الشركه، فهم هيمسكوه ويضغطوا عليه ان هو يوديهم لتايريل الصانع بتاعهم عشان يطول في عمرهم. هو بقى بيطلع عبيط جدا، بيضحكوه شويه كده وبيقولوا ان انت صاحبنا الوحيد، فبيوافق وبياخد فعلا القائد روي ويوديه عند تايريل، اللي هو بيستغرب ليه سباستيان جاي في وقت زي كده. ولما بيقولوا فيه ايه، سباستيان بيرد عليه بحركه في الشطرنج تخليه ان هو يخسر، واللي قال له على الحركه دي هو القائد روي. فبيوريك ان الآليين اذكى من البشر. فتايريل بيقول له طب تعالى، بيدخلوا معاه روي. ودلوقتي لحظه ملحميه لان هو دلوقتي بيقابل الصانع بتاعه، مجرد واحد بشري بيقرر امتى يموتوا وامتى يعيشوا. في مشهد هادي جدا تايريل هنا هيقول له انت عايز الصانع يعمل لك ايه؟ هيقول له انا عايزه يصلح اللي هو عمله. هيقول له ايه المشكله؟ هيقول له الموت. انا عايز حياه اطول يا ابي. ولكن ابوه بيقول له ان مستحيل تتغير بعد ما اتصنعت خلاص. بيقعدوا يتناقشوا مع بعض وبنكتشف في الاخر مستحيل يغيروا في عمره. وروي هنا بيتصدم، ولكن روي هيقول له انا عملت حاجات وحشه جدا. فهيرد عليه وعملت حاجات حلوه برضه، استمتع بوقتك الاخير. فهيبص له ويضحك ويفعص وشه ويحط صوابعه في عينه لحد ما يقتله، لان الراجل ده مجرد انسان. ولكن الانسان كالعاده بيحاول ان هو يلعب دور مش دوره، حاول ان هو يخلق او يتحكم في الموت، وفي الاخير سقط لان هو مزيف مجرد انسان. حاسس المشهد ده مليان الحاد صرف، كفر صريح. يعني مش عارف هل هم قصدهم الحاد؟ يعني ممكن تقول لي رايك في الكومنتات. بس انا هقول لك ان تفسيري ان البشر فعلا بيدوا لنفسهم دور كبير قوي مش بتاعهم، وخاصه في الفيلم هنا. هم دلوقتي دمروا كوكب الارض وقتلوا كل الحياه والكائنات اللي عايشه على كوكب الارض برضو ما عدا هم، وصنعوا روبوتات وادوا لها مشاعر واحاسيس واستعبدوها وتحكموا في حياتها وامتى تعيش وامتى تموت. ومش كده وبس، دلوقتي رايحين يستعمروا الفضاء والكواكب، فادوا لنفسهم سلطه مطلقه وهم اللي يقولوا الصح والغلط ايه. لحد ما جه في الاخير الروبوت اللي احنا صنعناه فعص وش الصانع بتاعه. وبنشوف سباستيان بيجري بيعيط، وبننتقل لبطلنا اللي بيجيله خبر ان تايريل حد قتله وقتل كمان سباستيان. وهو واقف بيسمع الخبر ده بيهجم عليه شله اقزام بيحاولوا ان هم يسرقوا عربيته. فهو بيروح فعلا لبيت سباستيان وبيلاقي ان في
قزم ماشي في الشقه، والبنت الآلية بتعمل نفسها ملكان عشان هو ما يشوفهاش. المشهد ده بحسه مريب قوي، مش مريح كده خالص، ولكن هو بيدقق كده بياخد باله، فبتضربه وتبدا ان هي تعمل حركات بهلوانيه وتضربه تاني وتخنقه وحركات جنان كده، فبيقوم راشقها طلقه يجيب لها حاله صرع وتموت. وبكده ما فضلش غير روي اللي بيجي له هو كمان. القتال بقى اللي جاي ده عبثي جدا وبيموت ضحك، لان في فرق قوه كبير قوي ما بينهم هما الاثنين. ديكارد بطلنا بيضرب نار وبيمشي يدور عليه، فبيقوم كاسر الحيطه وماسك ايده اللي فيها سلاح، بياخد سلاحه وبيكسر صوابعه الاثنين، وبعديها يرجع له السلاح تاني، بيستهزأ بيه يعني. ديكارد بيضربه بالنار بتيجي في ودانه تعوره. وتكمله للاستهزاء روي بيقول له انا هعد عقبال ما انت تهرب مني، وهو فعلا بيبدا ان هو يهرب لا حول له ولا قوه، والتاني بيروح للبت الميته يعيط عليها شويه، وبعدها بيقوم يجري ورا بطلنا وبيتحول دلوقتي الصياد الى فريسه، بيبدا ان هو يعوي زي الذئب وبيخوف وبيطار بطلنا. في نفس الوقت هو بيحاول يهرب من السقف، وبنبدا ان احنا نشوفه بيعض في ايده اللي هي وقفت عن العمل اساسا لانه وقته في الدنيا خلص خلاص، فبيطلع مسمار ويصلب ايده عايز يحس ان هي لسه شغاله، وبطلنا بيهرب من السقف وبيطلع فوق بيكمل هروب. ولكن فجاه بيلاقي روي مكسر الحيطه بدماغه بيقول له اهرب بسرعه قبل ما امسكك، فبطلنا بيجيب حديده وبيبدا ان هو يضربه بيها، وبعدين يهرب من الشباك ويتسلق لحد ما يطلع السطح، بيلاقي الفحل مستنيه فوق طالع له، فبطلنا بيقوم يجري ينط من فوق وبيقع، وهو كمان بينط وراه. ومش كده وبس، روي بينقذ بطلنا من الموت. وهنا بقى سيب كل الهزار اللي حصل، لان دلوقتي واحد من اشهر واكتر المشاهد والحوارات المهمه في السينما. معلش بس دلوقتي هو بينقذه ليه؟ ده قتل صحابه والبنت اللي بيحبها وحاول يقتله كمان، ولكن هو هنا بيقرر ان هو يسامحه او يغفر له، بيختار ان هو يكون افضل من البشر اللي هم بيقتلوهم من غير سبب، وبيقعد قدامه ويقول له I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. ويكمل ويقول له ان كل ذكرياته واللحظات اللي عاشها هتضيع في الوقت، زي الدموع اللي هو بينزلها دلوقتي في المطر، وبيبص له وهو بيبص له ويقول له جه وقت ان انا اموت، ويضحك ويموت قدام عينيه. وبنكتشف في الاخر بقى ان الشرير بتاع القصه الرجل الآلي هو اكتر واحد انسان في القصه كلها، هو اللي دلوقتي اختار ان هو يكون رحيم في الوقت اللي البشر اللي قدامه كان عايز يصفيه وخلاص من غير ما يكون عمل له اي حاجه. كمان بيتكلم قبل ما يموت عن اكتر حاجه مزعلاه او اكتر حاجه هو مهتم بيها، الذكريات والحاجات اللي هو شافها، دي اكتر حاجه زعلان عليها ان هي هتروح، وان هو هيتنسي في التاريخ زي الدمعه اللي بتنزل في المطره دلوقتي، ملهاش اي قيمه ولا اي حد بيلاحظها. فهنا بيخليك تفكر بقى في ايه معنى انك تكون انسان. يعني المفارقه هنا والمضحك ان الآلة دي هو اللي بيفهمنا ايه معنى انك تكون انسان، هو اللي بيفهم الانسان اللي قدامه ايه معنى انك تكون انسان، انك تكون عايش بتحس وبتشعر وبتحب وبتجرب حاجات مختلفه، عندك ذكريات ولحظات واحاسيس، هي دي كلها اللي بتديك معنى او بتديك معنى انك تكون انسان. فبطلنا بيبص له وبيشفق عليه، والشرطي جف بيوصل للمكان وبيطلع ان هو بيتكلم انجليزي مش زي اول الفيلم كان بيضحك عليه، وبيقول له ان من المؤسف انها مش هتعيش، قصده على ريتشل ان هو قتلها. فبطلنا طبعا بيتجنن وبيجري يرجع البيت، وبيبقى خايف جدا ان هم قتلوها خلاص، ولكن بيلاقيها ان هي عايشه عادي، فبيقرر يهرب هو والآلية اللي وقع في حبها، وان هو مش هيقتل روبوتات تاني. ولكن قبل ما يهرب خالص بيلاقي في ورقه في الارض معموله على شكل حصان يونيكورن، ودي رساله من جف ان هو جه هنا قبل كده ومرضاش يقتلها واداله فرصه ان هو يهرب معاها. فبنفهم هنا ان حتى الراجل ده بيشكك في النظام، وبيهرب بطلنا والآلية والفيلم بيخلص. وحتى الان ما قالش برضه هل ديكارد بشري ولا آلي، بحس ان ريدلي سكوت المخرج بيحط لك اليونيكورن اللي في الاخر والتفاصيل الكتير دي كلها عشان يحاول ان هو يشككك في ان هو مش انسان، عشان يخليك تفتكره آلي. ولكن من رايي ان ريدلي سكوت محتاج يهدى على نفسه شويه، ومحتاج يبطل كرنج بجد والله، لان هو مستحيل يكون آلي واكيد انسان، لانه لو كان آلي فالفيلم ملوش اي معنى. اكيد انا كان لازم اتكلم عن الفيلم دوت، لان الناس كلها عايزين اتكلم عن بليد رانر 2049 وشويه، وحاسس ان هم هيجوا يغتالوني لو ما اتكلمتش عنه. فبس كده، دي كان كل حاجه محتاج تعرفها عن الفيلم الاول. وما تنساش تعملي لايك وتشترك في القناه وتعملي فولو على الانستا والحاجات دي كلها، وبس كده، سلام.